هنيجي بقى لاخر حاجه معانا الماتش، خلاص كان مفيش اي حاجه ثانيه الصراحه فانا حابب نتكلم عليها. نيجي بقى للقرارات التحكيميه اللي كانت فيها جدل كبير جدا، اكتر حاجه في الماتش الجدليه يعني. اول حاجه بالنسبه لي الهدف، يعني الحكم ما غلطش. يعني الفكره كلها في حاجتين، انت كلاعيبه ريال مايوركا ما ينفعش توقف اللعب من نفسك. ما دام الحكم ما صفرش يبقى خلاص ما توقفش، تلعب وتكمل. بس ده اللي انا اعرفه في الكوره، تمام. واللقطه الثانيه لعيبه برشلونه هي اللي غلطت في ان هي، او ايه مش غلطت يعني، ما كانش فيه الروح الرياضيه في اللقطه دي طبعا، ان هم كملوا اللعب رغم ان كان فيه لاعب واقع في ارض الملعب. بصراحه انا كبرشلوني ما عجبتنيش اللقطه بصراحه، يعني انا كنت المفروض ما دام في لاعب، خصوصا ان الكوره كانت تسديده قويه من لامين يامال وجت في راس اللاعب، فطبيعي ان هو يعني يغمى عليه او يعني يحس بان الكوره جت في دماغه ويتعب. فالمفروض يعني انك كنت توقف الكوره. كبرشلونه اللقطه دي ما عجبتنيش بصراحه، لكن عموما هي مش غلطه الحكم، فاهم قصدي؟ يعني الحكم ما تقدرش، انا ما بحبش الحكم ده يعني، بس ما تقدرش انك تلوم الحكم في الماتش ده على القرارات اللي خدها بشأن الهدف. بالنسبه للطردين فهم طردين، يعني انذارين مستحقين للاعب، والكوره بتاعت خوان جارسيا الراجل داخل برجله في دماغه يعني، فاكيد طرد مستحق. فقرارات الحكم في الماتش صحيحه 100%، انا شايف كده. وبخصوص الهدف اللي جه واللي كان اللاعب ريال مايوركا واقف، زي ما قلت لكم الغلط على اللاعبين، لعيبه ريال مايوركا ولاعيبه برشلونه. لعيبه ريال مايوركا ان هم يعني خلاص لقوا اللاعب وقفوا رغم ان الحكم ما صفرش. والنقطه الثانيه لعيبه برشلونه انعدام الروح الرياضيه في الهدف ده بصراحه.